الان هذا الرجل ما تيتواصلش اللي هو عزيز اخنوش، اكثر من هذا انه جاي باش يربح المال، وهذا الشيء استفز الناس. ملي يسمعوه بانه خدا صفقه لتحليه مياه البحر هو، وخدا لوينو هو، وتيفافوريزي الناس ديالو، وجيب الوزراء، جيبهم منين؟ جيبهم من مروكو مول. واش يعقل ديروا حكومه في مروكو مول؟ فما قبلوش الناس هادشي. داجو رجال الاعمال عمرهم ما جابوا مساعدين ديالهم. علاش؟ حيت اخنوش تيتصور السياسه بحال شركه، السياسه والحكومه بحال تيسير شركه صافي. شنو عنده شركه مزيان، عندها واحد المشروع مزيان، راه مكتب دراسات اسيدي درنا واحد ليتود فيزابيليتي مزيان، هاك عطيه الان ادمينستراتور، عطيه لواحد السيد باش ينفذوا وكذا. السياسه ماشي هي هذه. السياسه فيها بعد اخر، طبعا فيها النجاعه، فيها الخبره، ولكن فيها كذلك البشر، فيها القدره على التواصل، فيها القدره على الاقناع، فيها القدره على ان المصداقيه. اذا كان عندك مصداقيه الان، واش دابا هادشي اللي بقى، هاد 365 يوم اللي بقات في عمر الحكومه، واش هي غادي دير تواصل؟ دابا ما دارتوش هذه 4 سنين. ثم باي رصيد شوف، هناك قاعده في التواصل السياسي الحديث قوامها. الى عندك برودوي فاسد، واخا تجيب اعظم واحد متخصص في الماركتينغ ما يقدرش يبيعه. خص يكون البرودوي صالح، فيه معايير للجوده. اليوم عزيز اخنوش ما بقاش عندهم مصداقيه، ما عندهم يسوق، ما بقاش عندهم مصداقيه الاخلاقيه والسياسيه. هذا الرجل بان بانه جاي باش يدير حكومه الاوليغارشيه اللي غتربح الفلوس. هادشي استفز المغاربه.